حكيم زياش ساحر تشيلسي وأحد أركانها الأساسية لن يشارك في مباراة الغد ضد فريق كراسنودار الروسي بسبب الإصابة اللي تعرض لها يوم السبت ضد فريق ليدز يونايتد. هذه الإصابة لخبطت مشاريع مدرب تشيلسي فرانك لامبارد الذي قال أن حكيم زياش ربما لن يشارك معنا في الفترة القادمة، وننتظر حتى أوسط هذا الأسبوع لنعرف مدى إصابته. ويبدو أن فريق تشيلسي تكتم على نوعية الإصابة وخطورتها، والتي نتمنى أن لا تكون خطورتها كبيرة على حكيم زياش. وفي النهاية عزيزي المشاهد، نتمنى أن تدعو لحكيم زياش بالشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب من جديد.